هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في ساعة منتدى السبت 19 من سبتمبر. أنا أمل علي أحييكم وأرافقكم على مدى هذه الساعة التي سنبدأها بنشرة للأخبار. يلي بعد ذلك تعليق بقلم الزميل محمد علي موسى وبعنوان يأس دمحيت من لعب دور الأداء لنظام متهالك. ومن ثم تتابعون الجزء الثاني للقاء الذي أجريناه وزميلي صلاح الزين مع الأستاذ أحمد القيسي، حيث تذكرنا فيه اعتقالات 18 من سبتمبر وتداعياتها على المستوى الوطني. أتمنى أن تبقوا معنا وأهلا بكم. ردني مع نسائم غوادي، مع شعاعات تغوت عند شاطئ ووادي.
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، ناشطون الشباب يتظاهرون أمام سفارة النظام في لندن احتجاجا على استمرار اعتقالات 18 من سبتمبر، شكاوى ضد الشركة الكندية للتعدين واتهامها باستغلال الشباب. تفاصيل النشرة. قامت مجموعة من الشابات والشباب الناشطين صباح يوم الأربعاء الماضي أمام سفارة النظام في لندن بإلصاق صور المعتقلين والمختطفين على أبوابها ونوافذها، والاحتجاج على استمرار اعتقالات عشرات الآلاف من المواطنين والصحفيين والسياسيين دون محاكمات. هذا وقد حاول المحتجون الدخول إلى السفارة وتسليم مذكرة إلى سفير النظام تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، إلا أنهم منعوا من ذلك، مما دفع بهم إلى التظاهر عاليا أمام مدخل السفارة والهتاف بالحرية لسجناء الضمير وسقوط الطاغية السياسي وزمرته وتحقيق العدل ودولة القانون في إريتريا. إلى ذلك استدعت السفارة الشرطة البريطانية لتخويف المتظاهرين وإبعادهم عنها، إلا أن الشرطة كفلت لهم حق الاحتجاج السلمي أمام المبنى، مما اضطر السفارة إلى إغلاق أبوابها وتعليق أعمالها وخدماتها للمراجعين لساعات. لسنوات عديدة والشباب الإريتري يتعرض لاستغلال بشع من قبل شركة التعدين الكندية العاملة في إريتريا والحكومة الإريترية عبر برنامج الخدمة الإجبارية دون مقابل، وذلك من خلال خديعة ما يسمى ببرنامج الخدمة. وتأكد أن هذه الشركة استفادت كثيرا من تشغيل الشباب الإريتري في أعمال بدنية شاقة ولفترات طويلة دون رواتب، مما عاد عليها بالأرباح الطائلة، علما أن حصة العصابة الحاكمة في إريتريا من أرباح الشركة يمثل 40% يتم تغطيته من خلال خدمة العبودية والسخرة المسمى خدمة وطنية. إن استخدام عمالة غير مدفوعة الأجر هي عبودية صريحة لا تطبق في وقتنا الحاضر إلا في إريتريا. بهذه الكلمات تحدث أحد الموظفين الأفارقة العاملين بحقل بيشا في اجتماع تقييمي للشركة الكندية، مؤكدا أن الأرباح الهائلة التي حصلت عليها الشركة هي نتاج لسكوتها عن حالة الاستغلال غير الإنساني لطاقة الشباب الإريتري، أي بدون كلفة الإنتاج. فكل الأعمال الشاقة تحت الأرض ولفترات طويلة يقوم بها أفراد لا يحصلون على مقابل لعملهم هذا. من جهة ثانية، كان المواطن الإريتري في وقت سابق يعمل بموقع بيشا للتعدين في إريتريا، والآن يفر من معسكرات العبودية والسخرة إلى دول الجوار. وقد أوضح في ذات السياق لوكالة رويترز للأنباء أن معظم الذين يعملون في المهام العضلية الشاقة بموقع بيشا للتعدين هم من منتسبو الخدمة المسمى بالخدمة الوطنية، والشباب الإريتري يتم تجميعهم عبر إثارة مشاعرهم بعنوان عريض لخدمة الوطن، ليتم استغلال طاقاتهم الشبابية ولسنوات عديدة من خلال شركات تابعة لعصابات المجموعة الحاكمة كشركة السجن وقدم، والتي تدار مباشرة من قبل الرئيس الإريتري في مشروعات كلها سرية ولا يتم مراقبتها ومحاسبتها من أي جهة، فقط هناك حقائب تدخل إلى مكتب الرئيس. وأشار كذلك بأن شركة التعدين الكندية تتستر على هذا الاستغلال لأنها شريكة في هذا الاستغلال غير الإنساني مقابل حصولها على عائدات وأرباح طائلة من العبودية العصرية. هذا وتؤكد المجموعة الدولية للتحقيق في مسائل حقوق الإنسان بالصومال وإريتريا بأن شركة التعدين الكندية هي شريك حقيقي في الاستغلال غير الإنساني للشباب الإريتري الذي تقوم به حكومة أسمرا. يذكر أن 3 من الشباب الإريتري من الذين فروا من هذه العبودية في موقع بيشا للتعدين تقدموا بشكاوى ضد شركة التعدين الكندية العاملة في إريتريا. نهاية النشرة. صوت المنتدى. يأس دمحيت من لعب دور الأداة لنظام متهالك.
بعد أن وضعت تلك الحرب الضروس التي قام بها البرلمان الإثيوبي من جهة ومزياجية الطاغية إسياس أفورقي من جهة أخرى أوزارها في عام 2000، قامت سلطات الاستبداد في إريتريا بتجميع قوى المعارضة الإثيوبية، وقامت بتدريبها وتسليحها وتمويلها في الأراضي الإريترية. ورغم أن المعارضة الإثيوبية كانت تسعى للعمل ضمن جبهة موحدة من كل القوميات، أصرت منهجية النظام الدكتاتوري في إريتريا على إهمال الوعاء الجبهوي الجامع للمعارضة الإثيوبية المعروف بحربنيوت جنبار، وقام بتأسيس المعارضة الإثيوبية المسلحة على قاعدة تكوينات قومية منفصلة، مكونا جبهات الأورومو والأمهرة وجبهة شعب الجنوب والحركة الشعبية الديمقراطية لشعب تيغراي والمعروفة بدمحيت. وتم الاهتمام بشكل خاص بحركة دمحيت بهدف استخدامها في الصراع الداخلي مع الشعب الإريتري، لهذا حظيت بالدعم النوعي في التسليح وكذلك الدعم المالي واللوجستي والتنظيمي والتعبوي، ومنحت صلاحيات واسعة من مكتب رئيس العصابة الحاكمة في إريتريا. لهذا أصبحت في خلال 10 أعوام من عام 2004 إلى عام 2015 القوة الأكثر عدداً وتنظيماً وتسليحاً وانضباطاً وتعبئة، رغم أنها تكونت عقب تكوين معارضات القوميات الإثيوبية الأخرى. لقد طالعتنا الأنباء في 11 من سبتمبر الجاري بتجاوز قوات من الحركة الشعبية الديمقراطية لشعب تيغراي الدمحيت الحدود الإريترية، وتمكن المئات من أفرادها يرأسهم قائد التنظيم الجنرال مولى أزغدوم من الوصول إلى منطقة حمدايت بالسودان بكامل عتادهم العسكري الذي سلحتهم به حكومة إسياس إثر اشتباكهم في معركة دامية مع بعض وحدات من قوات الدفاع الإريترية. معلوم أن السياسات التي ينتهجها نظام الاستبداد في إريتريا تنطلق من قاعدة حماية نظامه وضمان استمراريته، ولا صلة لها مطلقا من حيث الجوهر بمصالح الشعب الإريتري، وهذا الأمر أصبح لا جدال فيه. وكذلك فشل سياسات النظام في تعامله مع الشعب الإريتري ودول الجوار يعلم أمرها القاسي والداني، فكلها قمع ومؤامرات وحروب وخراب. فعقلية تسيير كل شيء والتحكم فيه طالت أيضا ومنذ القدم حركات المعارضة التي احتضنها، فمثلا رئيس الصومال السابق الشيخ شريف شيخ أحمد احتضنته حكومة أسمرة وضيقت عليه الخناق إلى أن غادرها في أول جولة محادثات أدت إلى حكومة وفاق في الصومال. وكرد فعل لهذا تم دعم حركة الشباب الصومالي لتتم محاصرة كل السياسات الانفعالية للنظام بقرار دولي على خلفية دعم الإرهاب. وتوجد أحداث مماثلة جابهتها المعارضة السودانية الدارفورية والبيجاوية والأمة والاتحادي، فبعضها تمت المقايضة به وبعضها هرب إلى منابر أخرى. السؤال الذي يطل بإلحاح هو: ماذا جرى بين دمحيت التيغراوية ونظام الطاغية في إريتريا؟ ماذا جرى بين من تمت رعايته بشكل استثنائي وبين الراعي؟ ما يدفعنا لهذا السؤال هو أن كل حماقات العصابة الجاثمة على صدر شعبنا تتم على حساب كرامة وعزة واقتصاد واستقرار ونماء الإنسان الإريتري. وهنا تتبادر إلى الذهن جملة من الأسئلة الأولية على خلفية فهمنا لعقلية العصابة الحاكمة. هل استشعرت دمحيت بأن حكومة إسياس يمكن أن تبيعها في أي صفقة مع إثيوبيا، وعليه استبقوا الحدث بأنفسهم قبل إسياس؟ أم هل اقتنعوا بأن إثيوبيا الديمقراطية لا يمكن مجابهتها بفلسفة ماو التي تم تجاوزها في موطنها الأصلي؟ وهل سلسلة من الأسئلة المشروعة. ولكن لو أرجأنا الأسئلة وعدنا قليلا لدور الحركة والتطورات التي أحاطت بها، نجد أن حكومة أسمرة غدت تزج بحركة دمحيت في العديد من تفاصيل الشأن الإريتري الداخلي، بحيث تصبح دمحيت اليد اليمنى التي يضرب بها الطاغية أي تحرك إريتري داخلي محتمل
سواء من داخل قوات الدفاع الإريترية أو من قبل الشعب كعادة كل الديكتاتوريات. وبالفعل تم توزيع قوات دمحيط في الحدود من أم حجر إلى زلمبسة بهدف مراقبة الحدود واغتيال كل إريتري يحاول عبور الحدود، كما أن بعض وحداتها تمركزت بالقرب من العاصمة أسمرة. هذا من جانب. وعلى صعيد غير منفصل عن هذا، تشاهد دمحيط بأم عينها أن معركة الحرية بين الشعب الإريتري والنظام الحاكم الأمر فيها محسوم لصالح انتصار الشعب الإريتري. فضلا عن هذا، يشاهدون في الضفة الأخرى من الحدود إثيوبيا تتطور ديمقراطيا واقتصاديا، بينما إريتريا تتقهقر بشكل كارثي متسارع في كل المجالات. بقراءة جملة هذه المعطيات التي أحاطت بالدمحيط، نجدها قد توصلت إلى قراءة واقعية حددت من خلالها ضرورة ضمان مستقبلها في إثيوبيا النامية في المسارات كافة، بدل الموت في دولة يحكمها الدكتاتور. هذا الدكتاتور الذي يلعب أخيرا ورقة معاداة تيغراي الحاكمة في إثيوبيا بآلية جديدة من خلال التحالف مع غلاة الأمهرة والتلويح بعهد جديد للمنطقة. وإذا طرحنا سؤال مفاده، هل من المتوقع من المعارضة الإريترية القيام بفعل مماثل لما قامت به الدمحيط، أي العودة إلى بلادها؟ فماذا تكون الإجابة؟ الإجابة في تقديرنا لا تحتاج إلى كثير عناء، فإثيوبيا فيها مساحة للمعارضة الديمقراطية داخل البلاد، بينما في إريتريا السائد هو حكم الاستبداد المطلق للفرد، فحتى الحزب الحاكم الذي يحكم باسمه لا توجد به المؤسساتية والديمقراطية الداخلية، فشتان بين مساحات الحريات بين النظامين في البلدين. نخلص من جملة ما تناولناه إلى أن الحركة الشعبية الديمقراطية لشعب تيغراي الدمحيط اتخذت قرار المشاركة في إثيوبيا الدستورية الديمقراطية، وذلك في قراءة براغماتية بعد يأسها من نظام متهالك حتما في معركته ضد حرية الشعب الإريتري. وبهذا يكون نظام أسمرة قد خسر أداة ضاغطة كان يلوح بها تجاه الحكومة الإثيوبية، ومع هذا سيستخدم بفعالية أكبر من تبقى من التنظيم كأداة مندمجة معه في معركته الخاسرة ضد الشعب الإريتري. والخاسر الأكبر في كل هذا هو الشعب الإريتري، فكل هذا يتم على جسده وأرضه وثروته ونمائه وكيانه. بقلم الأستاذ محمد علي موسى. حركة 73 أنا أعتبرها حركة تتعلق بقومية التجرينيا. لو لم تكن هناك قومية التجرينيا لما أتت حركة 73 نعملها نحن المسلمين، لأنه من أنتج حركة 73 ما يسمى بالمنكع هو مستوى التطور الاجتماعي
داخل إطار قومية التجرينيا، وهذه مسألة صنعها التاريخ وتفاعلات كثيرة أدت إلى هذه المسألة. فلما نشوف النسبة الكبيرة من بعض المثقفين أو من الطلبة الذي التحق بالثورة كان اتجاههم أو هواهم يمشي مع حركة 73. إسياس وجماعته بحكم تجربة الستينات وفهمهم للواقع أكثر كانوا أكثر موضوعية في إدارة الصراع مع هؤلاء الناس. لذا إيش قصدي أنا؟ قصدي أنه إسياس لم يأتي من فراغ حتى يفرض نفسه، ولم يكن أكثر ذكاء من الآخرين حتى يصنع لنفسه ديكتاتورية. في سياق تاريخي أدى إلى هذا، انسجمت مع حاجة اسمها طموحاته، بالذات البلد لما تحرر والمسألة ما عادت قتال وأمور من هذا النوع، ينفرد بالسلطة فلعبها صح. فقصة إسياس صحيح لما أقول أنا جماعة G15 لعبت دور في صناعة هذا الصنم، لكن من خلال عطاء هؤلاء الناس استثمر لصالح هذا الشخص، استثمر لصالح هذا الشخص. بطرس سلمون مسؤول جهاز أمن الاستخبارات العسكرية، هذا كان عبارة عن عبقرية في إدارة الاستخبارات في يوم ما. مسفن حقوس كان قائد جبهة نقفة وهو اللي قاد معركة نادو. درع رجل العمل السياسي بامتياز. مين بهذا الشكل. خلاصة وثمرة مجهود هؤلاء الناس وطريقة إدارتهم للمواقع التي كانوا على رأسها استثمرت لصالح هذا الفرد، شيء صنعوا التاريخ في السياق. طيب، بعد هذه المقدمة سنعود إلى ظهور مجموعة ال15 ما قبل بداية إعلان موقفهم من كيفية إدارة إسياس للدولة وللحرب. والحرب هي كانت القشة اللي قسمت زهر البعير كما يقولون. من الأشياء التي شجعت أو دفعت مجموعة ال15 بإعلان موقفها ومخاطبة كوادر الحزب هي كانت نتائج الحرب، بالذات الجولة بعد الجولة الثالثة وبعد توقيع اتفاقية الجزائر. السياسي تعرى تماما أنه ليس مؤهلا بقيادة معركة لوحده من غير أن يستشير وزراءه، قادة الدولة معه من غير أن يستشير البرلمان. إذن أولا نأتي في عددهم، هم 15 كانوا 19، ومعروف أنه كانوا يبحثوا عن إجماع أو أغلبية لدعوة إسياس بعقد اجتماع لجنة مركزية أو برلمان. هذه كانت البداية. إذن من رأيك أستاذ أحمد، هل التوقيت، كثير من الناس يأخذ عليهم التوقيت، هل التوقيت كان مناسب؟ والأجواء اللي كانت قبل إعلان موقفهم أو قبل مخاطبة الكادر ومخاطبة الشعب، كيف كانت الأجواء قبل هذا الحدث أو قبل بروزهم أو ظهورهم للسطح؟ أنا أعتقد كنت وضحت في سلسلة مقالات في راديو المنتدى ما يسمى بانقلاب نقفة. أعتقد هذه واحدة من الخلفيات، بمعنى المقصود أنه التنظيم لم يكن في أحسن حال، بمعنى أنه المسألة بحاجة إلى مراجعة وبحاجة لمراجعة سياسية. هذا ضروري. هذا التنظيم ذات طابع عسكري ومدني، وكان في حالة مواجهة عسكرية شديدة، والآن هو ممسك على السلطة في بلد متحرر. إذن التنظيم كان أمامه مسألة مهمة جدا اللي هي بناء الدولة أو وضع الأسس لبناء الدولة الديمقراطية المدنية، وهذا اللي كنا ننادبه. وكانوا يختصروها بتعريف معين هو تسليم السلطة للشعب، بمعنى إدخال العنصر الديمقراطي في الحياة السياسية. هذا كلام كان موجود ونقاشات كانت موجودة وأمور. المهم مؤتمر نقفة كان انعطاف حاد لحركة انقلابية يقف على رأسه هو، والناس اللي أجوا معه في القيادة أو تم اختيارهم للقيادة لم يكونوا ناس موفقين أيضا،
حتى يرثوا هذه التركة الرهيبة ويخلقوا واقع سياسي جديد يتمثل مع طموحات هذا الشعب في بلد لسه تحرر. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا اللي كانت هلامية هي العلاقة بإثيوبيا. أنا في اعتقادي هذه مسألة يجب أن تحسم قبل أي شيء. إثيوبيا 60 سنة مرتبطين ببعض في تداخل ديموغرافي، في تداخل اقتصادي، في حلفاء يحكموا ذلك البلد، هم لهم مشروع سياسي معين حتى يثبتوا شرعيتهم. أنت بحاجة إلى سند، بحاجة إلى تعاون. أنا أعتقد هذه كل المسائل كانت قائمة من رأس سياسي. هو يحاول على طريقة فنان أن يسوق الصورة بالطريقة التي يحبها وليس بالواقع الموضوعي الموجود أمامه. يعني في فرق أنك لما تمارس الفن بحرية شخصية وتمارس السياسة تؤثر على حياة مجتمع، هناك مساحة واسعة من الفروق. وأنا أتذكر كنا نتندر بهذا. هذا الرجل من النوع الذي يرسم لوحة ثم لا يريد أي شخص أن يقدم أي تعليق حول توزيع الألوان في هذه اللوحة، وهذه مأساة في العمل السياسي. على كل البدايات كانت طبعا جاية من نقفة، وهذه أزمة التنظيم، ثم جاءت الطامة الكبرى اللي هي الحرب على إثيوبيا. أنا هنا لا أريد أن أتهم الحكومة الإريترية أو أنه قصور أدى إلى هذه المسألة. الإثيوبيين ليسوا أيضا أبرياء في دفع الأمور بهذا الاتجاه، ويمكن مش رقابات منهم، ظرفهم التاريخي، شرعيتهم اللي عاوزين يثبتوها في بلد له مليون من الأشياء المعقدة والمركبة، فهم لهم مشروعهم وتصورهم. فأعتقد حصل اصطدام في الأمور هذه نتيجة اللقاءات اللي كانت تحدث وكانت تصل إلى طريق مسدود. تدريجيا الأمور وصلت إلى مواجهة عسكرية، رضينا أم أبينا وصلنا إلى النقطة الحرجة في الموضوع، سواء بدأت منهم أو بدأت مننا. نحن سميناها السيادة الوطنية، هم سموها برضو السيادة الوطنية، الاثنين يدعوا السيادة الوطنية. والحرب بادمة لا تستحق كل هذه التضحيات. على كل حال إدارة الحرب سياسيا هي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير إن صح التعبير. بمعنى أول ما بدأت المواجهات العسكرية وحصل أنه الجيش الإريتري أخذ المنطقة اللي مختلف عليها، كانت هناك مبادرات أمريكية رواندية على أساس احتواء الموضوع والذهاب إلى التحكيم، وهو اللي كان يرفض هذه المسألة. وكلا الجانبين أيضا الإثيوبيين لم يكونوا أبرياء من هذه المسألة، هم عملوا عملية مراجعات، أنه رد فعلهم تجاه الخطوة اللي اتخذها إسياس لم تكن عقلانية. أنا سمعت هذا من كوادرهم في أديس. على كل حال الظروف دفعت كلا الجانبين لمواجهات عسكرية أنا أعتقد كانت أعنف مما جرى في الثورة بكثير، وخسائرها قد تضاهي ما جرى في 30 عاما. يعني لسه في حقائق مستورة فيما يتعلق بهذه الحرب. تدرجت المسألة. طبعا صعب أنك تتكلم، لأنه طالما أصبح الخيار هو خيار حرب، مجرد إثارة كثير من القضايا معناها الاستسلام والخيانة. كثير من الناس كانت تحبذ السكوت في هذه المرحلة. هذا الإجابة لسؤالك حول أن هناك خطأ في التوقيت. خطأ في التوقيت كان يمكن أن يحدث لو طرحوا أطروحاتهم في الفترة اللي كانت لسه محتدمة، لكن الإثيوبيين حسموها، كسروا الجبهة بامتداد 70-80 كيلومتر وأكثر، احتلوا أراضي جديدة، حصلت خسائر كبيرة إلى آخره. قبول وقف إطلاق النار
من قبل إسياس. هو ما استشار حد، هو ناقش الموضوع. والحكاية هذه أنا سمعتها من شريفه لما أجوا يحكوا له بطرس سلمون وعقبة الأخطاء الاستراتيجية في التكتيك العسكري اللي اتخذ هو اللي أدى إلى هذا المأساة، والمطلوب هو التغييرات. أعتقد هم طرحوا المسألة له هذه القضية وهو رفضها، فهم من ناحية احترامهم لشريفه إلى آخره، ومن ناحية كمان شكلية تنظيميا يعتبر موقعه هو نائب الرئيس، فيجب أن يعرف أثاروا معه الموضوع. أعتقد هو اقتنع. القضية هي بدأت هكذا بدون ما يفسروها أنه والله الناس هذه عملاء والتقوا بالإثيوبيين. أي واحد يتكلم هذا الكلام كذاب. هؤلاء الناس بدأوها بالطريقة هذه. عقبة وبطرس مشوا عند شريفه أخذ نفسه مشى إلى مكتب الرئيس، حصلوا في حالة اجتماع مع درع ومع يماني جبرآب، والموضوع كان يتعلق بطلب مجلس الأمن وقف إطلاق النار والقبول وعدم القبول ضمن أي شروط القبول. فشريفه لما أثار معاه الموضوع بعدين لوحدهم أجا قال له يا أخي الناس هذول مفجوعين ليش أصلا؟ ما كلها عملية رحلة وحيرجعوا بلدهم. تصوره للاحتلال الإثيوبي كان قريب إلى أبعد حد. فمن هنا بدأت تتكون الخلافات وتشتد بينهم. فلما حصل اجتماع البرلمان وأثيرت قضايا، الرجل دخل في زاوية ضيقة، لأنه الموضوع كان بكل بساطة إذا كنت رفضت قبل هذه المأساة عرض مقدم من قبل رواندا أمريكا، المبادرة الرواندية الأمريكية. أيوة، المبادرة الرواندية الأمريكية، وكانت تقول وقف إطلاق النار والانسحاب والذهاب إلى التحكيم. لماذا بعد كل هذه الخسائر الفادحة قبلت بوقف إطلاق النار تحت نفس البنود؟ وهذه مسألة كانت بحاجة إلى إجابة، وما زال هذا السؤال قائم، ويجب أن يحاسب الرجل على هذه المسألة، لأنه اللي راحوا مش أقل من 60,000. يعني هذا تقدير عام، لكن ما معروف واحد الأسرار إيش تخبي. هذا غير ثروات وأمور وإلى آخره. على كل حال المسألة بقت بهذا الشيء. لما رفض الاجتماع، هم لما بدأوا حركتهم حركة ال15 بدأوها بالطلب واحد اللي هو البرلمان ينعقد، لأن هناك أشياء يريدوا أن يطرحوها. وفي الاجتماع اللي قبله هو كان وعد إنه إحنا حنواصل اجتماعاتنا للنقاش، فهم عاوزين يسرعوا بالمسألة على أساس أن تنتهي داخل الأطر الرسمية اللي هو البرلمان، مهما كان طبيعة الأشياء اللي حيطرحوها. فقدموا ورقتهم المشهورة هذه، وقدموا له نسخة، وقدموا للمكتب المركزي اللي هو يمثل الجبهة نسخة. طبعا أنا أيامها ما كنت موجود في أسمرة، كنت خارج أسمرة. بعدين لما جيت أسمرة التقيت بشريفه، فوراني الورقة، وراني الإجابة بتاعته. إجابته كانت مختصرة جدا، وكان يجب من هذيك الإجابة أن يستشعروا الخطر من خلال إجابته. يمكن سطر واحد نصهم تقاقيل لهم، بمعنى أنتم مخطئون، ما دخل في أي تفاصيل. بقت الملحمة الخلاف ما بين مجموعة هذه، وكانت معظمها من القيادات، وبين المكتب المركزي، وكأنه هو بعيد عن أصل المشكلة. فكان في رد من الأمين محمد سعيد أنه لا يحق أن يجتمع البرلمان لمجرد أنه فلان وفلان طرح حاجة من هذا النوع على ما يبدو لي، لأنه كانوا يمشوا تحت توجيهاته. فجأة بعد فترة بدأت الحرب عبر الصحف، وكل واحد بدأ يكتب. الحكومة اعتمدت على جريدة كان يصدرها اتحاد الشباب، كان في محي الدين شنقب وعلي عبدو، وهم اعتمدوا على الجرائد الخاصة اللي بدأت تظهر
طبيعة هذه الحركة أنها تدرجت خطوة خطوة خطوة، وارتفع سقفها وارتفع سقفها حتى وصل إلى المراحل الأخيرة بوضع الوثيقة بما يسمى الميثاق. وأنا شيء يحزنني جدا في حكاية هؤلاء الناس أنه لم تناقش إلى يومنا هذا الوثيقة التي وضعوها تحت اسم تشارتر الميثاق. هذه الوثيقة كانت عبارة عن تصحيح لمجمل تجربة الجبهة الشعبية، كان صحيح. تحليل بديع لظاهرة الديكتاتورية في الجبهة الشعبية، كان إجابة لكثير من الأسئلة وبالذات الجانب الإسلامي. أنا استقل هذه الفرصة وأطرح هذه القضية، أنهم طرحوا قضية أن اللغتين التجرينية والعربية هي اللغات الرسمية في إريتريا، وقضية الحفاظ على ثقافات الآخرين يعتبر واجب وطني، ولكن ما يجمع المجتمع هو تحت ظل. وهذه القضية كانت مشكلة كبيرة وفسرت طائفيا، واعتقد اليوم في شباب قاعدين يناقشوها عبر الواتساب من الشباب المسلم. الغريب في الموضوع يعني نعم. أنا كنت أطلع على النقاشات اللي أجروها أخواننا من الشباب المسلم عبر الواتساب، وأتذكر طبيعة الحوار اللي جرى في G15 فيما يتعلق. حطرح المسألة هذه لأنها جدا مهمة، تظهر أنه الناس هذه لم يكونوا حاصرين أنفسهم في موضوع الجبهة الشعبية وبس، كانت القضية الوطنية برمتها يعاد غربلتها في تصور سياسي جديد. فمسألة اللغة العربية ما في حد يعطي لك زكاة أو تبرع والله يسمح لك أنك تستخدم هذه اللغة. في حقائق جغرافية وحقائق تاريخية وحقائق ثقافية تفرض على الناس أن تختار ما يناسبها أصلا. بمعنى أنه إذا كانت اللغة العربية في ربط ميكانيكي، أنا أعتقد هذا كثيرين من الأخوة من المثقفين التجرينية يلجؤوا له أحيانا أو معتقدين أن هذه هي الحقيقة حينما نقول نحن لسنا عربا، ولذا أن قصة اللغة العربية هي قصة دينية لا غير. طيب وحنودي الجغرافيا فين؟ يعني التجرينيا هذا موجود في الشرق الأوسط محيطه عربي وإسلامي، وإلى اليوم نحن ما شفنا الحكومة الإريترية عملت علاقة ذات التميز إلا بحثا عن القذافي وبحثا عن أمير قطر وبحثا عن علاقة مميزة استنادا للبيان الأخير للخارجية الإريترية مع السعودية. في حقائق تفرضها الجغرافيا، في حقائق يفرضها التاريخ، بمعنى أنه مسألة اللغة العربية واجبة مش فقط للعنصر المسلم، حتى إذا كان عايز يعيش التجرينيا في هذا الرقعة من الجغرافيا يجب أن يتعلم اللغة العربية. حتى هذا المسلم يجب أن يتعلم اللغة التجرينية لأنها جزء مكون لشخصية الوطنية. بمعنى كلا اللغتين هي جزء من سياقة الشخصية الوطنية الإريترية الواحدة. بمعنى المسلم نصفه تجرينيا ونصفه عربي، والتجرينيا نصفه عربي ونصفه تجرينيا. هذا هو الفهم الصحيح إذا كان هناك مشروع سياسي صحيح يهدف من خلاله بناء بلد وخلق وطن يتعايش فيه الجميع تحت راية اسمها الوطنية الإريترية. طيب عايز أكمل لك في نقاشات. هذا جزء من النقاش اللي كان يجروه جماعة في G15. للمعلومية هم كانوا متجاوزين كل القوى السياسية، متجاوزين حتى جماعتنا المتعصبين سواء كانوا من التجرينية أو كانوا من المسلمين هذيل. فأنا أعتقد الشعب الإريتري فقد فرصة تاريخية عظيمة. لو قرأت هذه الوثائق وعرفوا الناس هؤلاء عن قرب كان يمكن أن يقف إلى جانب هؤلاء الناس. بعد ما تم اعتقالهم والقضاء عليهم، شوف البلاوي اللي نزلت على الشعب الإريتري ولسه حتنزل بلاوي. أنا أعتقد هؤلاء الناس وقعوا تحت وهم وخديعة
اسمها شعبنا سوف يقف إلى جانبنا. هذه خديعة بدون مجاملة. أنا لا أتهم تنظيمات ولا أنت مثلا من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى هم كوادر الجبهة الشعبية اللي عرفوهم عن قرب. من يتحمل المسؤولية التاريخية بالدرجة الثانية هم المثقفين اللي ممكن يطلعوا. من يتحمل المسؤولية بدرجة ثالثة حول هؤلاء الناس هم الشعب الإريتري بصورة عامة. التاريخ سوف ينصفهم. أنا عندي توجه ومقتنع به أنه أي دستور يكتب في إريتريا مستقبلا يجب أن يستند إلى الميثاق الذي وضعوه G15. خارج هذا الميثاق أنا لا أعتبر أنه منصف. أيوة، سنتطرق لهذا الميثاق أو سنحاول إذاعته أو مضامينه. بالفعل أنا اطلعت على هذه الوثيقة فيما يخص المسلمين، حتى في هناك حديث عن أنه الدعاة لماذا اعتقلوا، فمن حق كل من يعتقد دين ما هم طرحوا بالدرجة الأولى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم مش دعاة. أنا أتذكر هذا قضية الهوس بتاع خلايا إرهابية إسلامية وما بعرف إيش، هم ربطوها بوضعهم وعلاقتهم مع السودان. الشعب الإريتري دائما متعاطف مع السودان لكن ليس بالضرورة متعاطف مع الترابي. هم ما قدروا يميزوا هذه المسألة فأخذوا لك ناس وأعدموهم. نختصرها المسألة، يعني مش معقول أنت حتعتقل 1,000,000 سنة أفراد. هم طرحوا مسألة الإفراج، هم راحوا ضحية ما طرحوه للأسف. وهنا تكمن المأساة. أحيانا لما تسمع عن مآسي اللي نازلة على الشعب الإريتري، أين كنتم وقت اللحظة التاريخية، الفرصة التي أضعتوها من أيديكم؟ هؤلاء الناس ما كانوا عاوزين مراكز، كانوا ممكن يتماشوا مع السياسة ويبقوا في مراكزهم. هؤلاء الناس في مؤتمر نقفة وقبل مؤتمر نقفة ما يجري من نقاش طرحوا أنه نحن يجب أن ننزل من القيادة ونسلمها للعناصر الشابة. هؤلاء الناس كانوا مضحيين بأنفسهم من أجل شعب. أنا لا أضعهم، أنا اختلفت كثير في مرحلة الثورة مع كثير منهم، لكن كرفاق أختلف من باب الاجتهاد، مش أختلف في الموقف الوطني. الموقف الوطني أنا أضعهم هم رموز، لكن في اجتهادات في قضايا كنا نختلف. جميل. هناك سؤال يقودنا. تحدثت عن طبيعة هؤلاء الناس وماهية ما طرحوه، وحتى التوقيت يعني ما كان في غبار على التوقيت. طيب لماذا 15؟ في البداية 19 كل ما تحصلوا عليه من أكثر من 70 عضو لجنة مركزية وأكثر و150 عضو برلمان، أو خلينا في إطار الجبهة الشعبية، يعني هم بحثوا عن قادة في الجبهة الشعبية، عن كوادر، عن قيادات. هم في البداية ركزوا على أعضاء البرلمان. يعني مثلا أنا صديق الكل، وكنت أروح أقعد مع يمكن مش مع الكل دفعة واحدة لكن مع أفراد منهم. شريفة 1، بطرس 2، عقبة 3، الرابع درع، مسفون حقوس لحد اللحظة اللي سافر فيها. كنت أعرف كل أجواء بعري. لا، هم كانوا عاوزين العناصر اللي في البرلمان حتى يكون ضغط على البرلمان أن يعقد حتى بصيغته القانونية، بمعنى إذا وقع كذا شخص ممكن يحصل على إجماع، إذن يكون فرض لعقد الاجتماع. هم كانوا عاوزين الاجتماع. ما قلت لك أنا الحركة كان فيها تدرج إلى المطالب حتى وصلت إلى سقفها الأخير. أنا شخص واحد هو موسى رابعة، وأنا في اعتقادي موسى بحسن نية، وأنا أدافع عن موسى إلى أبعد حد. موسى لما وقع معهم كعضو في اللجنة المركزية وعضو في البرلمان وقع على أساس المطالبة باجتماع. لما شاف المسألة تأخذ منحى ثاني أنا أعتقد من حقه أن سحب. وأنا لاعتبارات كثيرة أراها في موسى أشوف أنها مسألة جدا طبيعية وليست خيانة وليست ترك أصدقاء. هو كان يتصور أنه هذا الاجتماع سوف يتم ومن خلاله تحل مشكلة التنظيم. يعني في نظرة بسيطة، الناس رفعوا السقف، هو مش عايز يرفع السقف أو مش مستوعب أو واعي لقضية
رفع السقف، فسحب نفسه. فقضية من يوقع ومن ما يوقع مش بالطريقة هذه. يعني أنا ما طلب مني أنا أني أكون جي 15، يمكن أنا كنت الرئيس حق جي 15 من حيث، أقصد مش الرئيس من حيث كفاءتي فوقهم، لا، أقصد أنه من حيث أنه كنت طليعي في المعارضة. قبلهم أنا ماشي سجن، قبلهم معروف راجل موقفني سنتين ماشي في الشوارع رافض يشقني. يعني أنا جاهز خلقة كذا على طول أبقى معهم، لكن المسألة كانت محصورة في موضوع معين. أيوة. أنا سؤالي ينطلق هنا من غير أن أذهب إلى شخوص بأسماء. خلينا نقول قبل أن يرتفع سقفهم وقبل أن ينحى لمنحى آخر، فقط المطالبة بالاجتماع، لماذا لم يحصلوا على النصاب القانوني؟ لماذا لم يجدوا مؤيدين؟ يعني أنا أقول الناس لا ألومهم، هم حاولوا يعقدوا اجتماع، خلينا نأخذ مطلبهم رقم 1 عقد اجتماع فقط، فلماذا فقط 19؟ شوف، أول الناس هذه لهم وزن معين، أوزانهم تختلف عن أوزان الآخرين. خلينا نتكلم بكثير من الصراحة. الانتهازية هي سمة قالبة. أنا في ناس، أنا ما عايز أذكر أسماء الآن، قبل هم ما يتكلموا جي 15 أي واحد منهم، في شخص هو اللي فاتحني بالموضوع هذا وأعطالي كل التفاصيل وكان يثني عليهم ثناء يعني خليها. بعدها بفترة طبعا الجانب الآخر كان يتحرك وكان يعطي وعود لأنه بيده سلطة. هذا الشخص أنا اللي كلمني وعامل فيها أنه من أكبر المؤيدين لحركتهم، انقلب 180 درجة مش 360، انقلب إلى النهاية وعمل حملات ضدهم وكوفئ بمنصب في الخارج. كوفئ على شاكلة زميلي هذا. في كثيرين، نحن ما عاوزين نتطرق أشخاص لماذا انسحبوا إيش عملوا وإلى آخره. وصلت ببعضهم الحقد حتى يظهروا أمام سياسة أو غيره على أساس أنهم والله الأكثر ولاء اتهموا شريف، اتهموه بالرشوة. أنا وقفت ضد قضية الرشوة في شريفه ومشيت لعبد الله جابر وقلت له حرام عليكم، إذا عندكم قضايا سياسية اطرحوها، أما قضية أنكم تقولوا أن هؤلاء الناس مد يدهم مليم من المال العام، هنا بقى أنتم وقعتم في الحضيض. أنا قال لي والله ما أعرف المسألة هذه اللي أثروها ناس آخرين وأنا مستعد أقابل شريفه. بعدها بيومين أنا مشيت عند شريفه وقلت له يا أخي أنت قاعد تتهم الناس باطل، الرجل قابلته ومستعد يجي يقابلك. أنا أتذكر شريفه كان عنده طبيعة، كان حاد جدا فيما يتعلق بالمواقف السياسية. أجا قال لي إذا أجيت لوحدك البيت بيتك وكنت ساكن فيه، إذا جيت مع الرجل هذا حطردكم من باب الحوش، ما عايز أشوف الأشكال هذه، حاجة من هذا النوع. فقلت لك أنا انسحاب البعض وهذا لا يعطي مقياس صحة نهج هؤلاء الناس وعدم صحة نهج هؤلاء الناس. نحن ممكن نقول اعتمدوا على العنصر الانتهازي في البداية، ثم حدث عملية مراجعات في المواقف ورفعوا السقف إلى النهاية. هكذا القصة. طيب لماذا رفض سياسة الاجتماع؟ يعني ايش كانت مخاوفه من اجتماع برلمان؟ كانت نهايته. نعم. لو حدث الاجتماع داخل البرلمان وطرحوا هؤلاء الناس بالذات ما يعتبروه حجج معينة تدين الرجل، كانت نهاية حياته السياسية تماما. ما قلت لك أنا لما وضعوا الميثاق مش الحياة السياسية للسياسة أو تقديمه للمحاسبة، كانت في نهج الجبهة الشعبية وأخطائها السياسية، كانت عملية مراجعة بحدية، تحدي حتى لتاريخهم الشخصي كقيادات، كان تحدي. هنا تظهر قيمة هؤلاء الناس. أنا ما بعرف لماذا الناس المثقفين يتكلموا كثير بعد المصائب بتاع هذا النظام في أسمرة، لماذا لا يعودوا إلى هذه الوثائق؟ لماذا لا يعودوا إلى هؤلاء الناس ومواقفهم حتى يعرفوا أنهم فقدوا
فرصة تاريخية لا تعوض. اليوم حيدفع الشعب الإريتري ثمن، ودفع ولسه الحبل على الجرار زي ما يقولوا. نعم. هنا أستاذ أحمد، أريد أن أطرح عليك سؤالا في نفس السياق، وهو أنت قلت قبل ذلك أن هؤلاء تم خذلانهم من قبل الناس ومن قبل يعني كوادر الشعبية ومن قبل الشعب عموما، وتحدثت عن أن التوقيت ليس هو المشكلة في أن المشروع والطرح الجريء والمعتمد على نقد التجربة برمتها كان يعني توقيت مناسبا. إذن أستاذ أحمد، هل هذا يعني أن ما كان يجري سابقا قبل التحرير في تنظيم الجبهة الشعبية من العمل بتكتم ويعني حالة من عدم الانفتاح وبناء الثقة بين الناس وغير معتادين على طرح المواضيع الأساسية بشكل جريء، مما جعل هذه المجموعة تؤسس لهذا الميثاق بشكل سري وتطرحه من بعد ذلك على الناس، يجعل هناك مسافة بينهم وبين الناس؟ يعني كيف سيفهم الناس؟ كيف سيثقون في هذه الخطوة الكبيرة، وهي كانت كبيرة جدا؟ هناك أيضا سؤال أنه هل أخطأوا في أنهم لم يهيئوا قوة لحمايتهم من ما كان سيفعله الرئيس وما فعله لاحقا؟ فيما يتعلق بعدم تجاوب سواء كانت كوادر الجبهة الشعبية أو غيرها من القوى، أنا أعتقد المشكلة هي كانت في التنظيم زي ما ذكرت أنا، كانت تركيبته السياسية وصلت إلى الحضيض، باعتبار القوى الاجتماعية المؤثرة لا تمتلك القوة لطبيعة القوى الاجتماعية اللي أتت متأخرة في النضال. هذا من حيث التركيب الاجتماعي، وعنده انعكاساته السياسية. كثير من الكوادر الخذلان ليس لعدم اقتناعهم بهذا الطرح، أنا أعتقد معظم هؤلاء الناس كانت لأسباب جدا شخصية وانتهازية. مثلا عملية التأطير عملية صعبة في هذه الفترة، في نظام بوليسي أمني إلى آخره إلى آخره. أنت حتأطر تعمل إيش يعني؟ بينما السلطة قدرت أن تؤطر، سحبت الكوادر كلهم في الجناح العسكري والجناح المدني ودتهم من باتكلا، وعملت حملة سموها بتدريس الكادر، وكانت مركزة في تشويه هؤلاء الناس. إنه حركة هؤلاء الناس هو أنهم أبعدوا من مراكز القيادة، والآن يحاولوا أن يعودوا من باب هذه المطالب، الدستور وإلى آخره وإلى آخره، وعملوها. المدرس كان يمانة قبر أبو عبد الله جابر والشلة، هذه كلها كانت تمول المدرسة بعد ما أعلن عن الميثاق. بالنسبة لعملية التوقيت، أنا أعتقد نحن قاعدين نحكم بأثر رجعي. يعني لما شفنا النتائج اللي بلغت بها البلد والشعب، نشوف إنه والله لو كان الناس هذول تحركوا في الوضع المزري هذا كانوا وجدوا من يتجاوب معهم. هم كانت حركتهم very early، يعني كانت بدري جدا، لسه الناس ما خرجت من صدمة الهزيمة أمام إثيوبيا. بس أنا أعتقد الناس هذول يرتكزوا على أحكام هي جاية بأثر رجعي. أنا من حيث التوقيت هو توقيت هزيمة وانسحاب وقصة ودستور رافض الرجل وفي أسئلة بحاجة إلى إجابة. أنا أعتقد هو التوقيت السليم من الناحية السياسية، فيجب أن تكون متنبئ حتى تفهم. كثيرين من الناس أنا أعتقد جبن منهم عدم وقوفهم إلى جانب هؤلاء الناس. يعني هؤلاء الناس ليس لديهم عسكريين وقوات مسلحة وممكن تقف إلى جانبهم، وهذه السمة الطاغية طبعا في العالم الثالث، بحكم أنه ما في مؤسسات، أنت تجيب عضلاتك والسلام عليكم.
هو كان ماسك شوية الجنرالات بتاعته هذيل، وهذيل معروفين أصلا، صنعتهم ظروف معينة لفترة معينة، ودحين جاي الصدام معاهم. أنا أذكر هنا في عبارة، موقف بليغ جدا لهذه المسألة، وأنا ذكرتها عدة مرات. راحوا عند صالح عياي فحاولوا يقنعوه بوجهة نظرهم بعد التشارتر. صالح عياي طلع، وطبعا من قيادات جبهة التحرير، طلع رجل براغماتي، كانت إجابته براغماتيكية جدا. سمع إيش يقولوا، بعدها أجى سألهم: هل عندكم جيش؟ قالوا له لا. هل الأمن معاكم؟ قالوا له لا. هل عندكم قوة كده ولا صغيرة كده شوية مسلحة تعمل هيصة شوية في البلد؟ قالوا له لا. قال: طيب أنا آسف. كان عملي جدا، أصبحت نكتة هذه المسألة، حتى إلى درجة نقلوها لإسياس، وراح عمل زيارة لبيت صالح عياي، وأجى قال له: كيف أجتك الفكرة هذه؟ هو ما كان جاب فكرة، هو كان رجل عملي. أنا معكم، ولكن أدوات القوة يجب أن تكون بأيديكم. هو كان ممكن يلجأوا لحظة معينة، هم كانوا ممكن يلجأوا إلى أدوات المجتمع المتخلف. شريفه يمشي للساهو، هذاك يمشي أكلوغوزاي، هذاك يمشي لجزء من حماسين، ناتي يمشي عند الكنامة. هذه أدوات المجتمع المتخلف، لكن هذين عندهم تجارب. حركة المنكع، حركة 73 كانت مأزقها التاريخي ونهايتها أنها بعد المطالب المعقولة التي قدمتها رجعت في المواجهة أن لجأت إلى أدوات المجتمع المتخلفة. هم كانوا مدركين لهذه الحقيقة، إذا لم يلجؤوا لها. ليش؟ إذا طلع شريفه وقال للساهو: يا جماعة كذا الموضوع وابنكم في خطر، حيسكتوا الساهو؟ لا. مين ناتي يمشي إلى الكنامة؟ ما هذه مجتمعات أصلا لها تركيبتها، وفي ظلم حصل في حق هؤلاء الناس. من حق الناس أن تقف إلى جانبهم، ولكن عبر الطريقة هم يقبلوها، وليس عن طريق مقياس وطني، وهنا فقدوا كل شيء. صوت المنتدى. وإلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام ساعة هذا المساء
إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات زملائي في صوت المنتدى، ودمتم بخير.